ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. هنبدأ مع بعض شوية وصفات كده ممكن نعملها في البيت عشان نحارب بيها غلاء الأسعار. والحاجات اللي نقدر نعملها في البيت هنعملها بمقادير سهلة وبسيطة وبتكلفة أقل. هنبدأ النهاردة بأول حاجة هنعمل مع بعض الطحينة الخام البيتي بطريقة مفيش أسهل من كده. هو تقريبا مكون واحد أو مكونين بكتير اللي هنستخدمهم في الطحينة الخام. بجد طعمها وريحتها تجنن. بس قبل ما ابدا معاكم فيديو النهارده، لو انتوا اول مره تشوفوني انا فاتن عوض، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، ويلا بينا نعمل الطحينه مع بعض. في البداية هحتاج ده تقريبا مقدار كوباية وربع من السمسم الأبيض اللي مش متحمص، السمسم الني. بتجيبوه من عند العطار، بتقولوا له عايزين السمسم الأبيض. طبعا تقدروا تزودوا الكمية اللي احنا اللي زي ما انتوا عايزين. هنبدأ في البداية هناخد السمسم بتاعنا وعلى طاسة على النار هننزل بالسمسم عشان نبدأ نحمصه. اهم حاجة عندي النار تكون هادية جدا علشان السمسم ما يتحرقش مننا، لانه بياخد لون بسرعة جدا. بنفضل بنقلب فيه على نار هادية لحد ما السمسم ده يسخن ويوصل لدرجة اللون اللي احنا عايزينها. كل ما بتحمروا السمسم اكتر كل ما لون الطحينة بيختلف والقوام كمان بيختلف وبيبقى طعمها التحميص فيه اكتر. كل ما درجة اللون دي اغمقت هنفضل نقلب في السمسم على النار. انا عايزاه يكون واخد اللون الذهبي الخفيف بالشكل ده عشان تشوفوا بنفس شكل الطحينة اللي شفناه في اول الفيديو اللي هو اللون الفاتح. كده خلاص وصلنا للون اللي احنا عايزينه، والسمسم بتاعي وهو لسه سخن. ما ينفعش نستنى لحد اما يبرد. بناخد كمية السمسم بتاعتنا على الكبة او على المطحنة عشان هنبدأ نطحنه. لازم نعمله وهو سخن عشان يطحن معايا بسهولة ويبدأ يخرج الزيوت بتاعته. في البداية لما بنضربه بتلاقوه عامل زي قوامه كده، زي قوام رمل البحر مفتفت كده. مع استمرار الضرب بتلاقوه بدأ يعمل تكتلات بالشكل ده ويجمع كتلة واحدة. طبعا احنا مش عاملين كمية كبيرة، وكمان في المصانع بره بيستخدموا أجهزة بتساعد أكتر إن هو يطلع الزيوت بتاعته. احنا بس هنا هنضيف عليه رشة صغيرة من الملح، وكمان معلقتين لثلاث معالق كبار من الزيت عشان يساعدوا إن الطحينة يكون قوامها سايل شوية، وكمان يساعد إن احنا نخرج الزيوت اللي فيها كلها. ده هو ده الشكل زي ما بعد ما ضربناها. وكده خلاص في 5 دقايق عملنا الطحينة الخام البيتي. بجد مش قادرة اوصف لكم جمال الريحة. السمسم هو لسه سخن، الطحينة دافية، طعمها بجد تحفة. هتاكلوها كده حاف من غير اي حاجة. طبعا احتفظوا بيها في برطمان واستخدموها بقى. ناخد منها كده معلقتين مع معلقة زبادي ونعمل سلطة طحينة جنب المشويات، او معلقة كده على الفول، او على اي اكل انتوا بتحبوه، او على العسل الاسود يبقى عسل بطحينة مع الفطير. اتمنى وصفتنا النهارده تكون عجبتكم وتجربوها. الطحينه البيتي مفيش اسهل منها ولا اسرع منها وتكلفتها قليله جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. اشوفكم ان شاء الله في وصفات جايه وفيديوهات جايه. وقولوا اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه الحاجات اللي احنا عايزين نعملها